النهاردة معانا درس جديد من سلسلة تصميمات السوشيال ميديا، السلسلة اللي أنا شخصيا بستمتع بيها جدا ومكملين بيها مع بعض المشوار على القناة. النهاردة هنعمل مع بعض شكل جديد ومختلف من التصميمات، الستايل اللي بنفصل فيه صورة الشخصية عن الأرضية بلون مميز، وده بيدي للتصميم طابع جذاب وملفت للنظر بشكل قوي. فبعد السلام والتحية، معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا بينا نشوف إزاي هننفذ الشكل ده خطوة بخطوة. بسم الله. أول حاجة بروح على برنامج الفوتوشوب وبفتح مقاس 1500 بكسل وبخلي الريزولوشن على 72 وألوان RGB. بعدين بروح على قائمة فيو واختار منها Guides واضغط على New Guides علشان أعمل حدود للتصميم بتاعي. بخلي 1 سنتي على الأربع جوانب. بعد كده بروح أجيب صورة الأرضية بتاعة التصميم، وهي عبارة عن غرفة منزلية في حالة فوضوية غير منظمة. عملتها من خلال موقع ويسك AI لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. سيب لكم رابط الموقع في الوصف أسفل الفيديو. بظبط حجم الأرضية على التصميم، بعدين بضغط على Ctrl+M علشان أظبط الإضاءة والألوان بتاعة الصورة زي الشكل اللي قدامكم، وأعمل طبقة جديدة من الأسفل واضغط على Ctrl+Backspace وبغير مود الألوان لمالتيبلاي وأخف الشفافية بتاعتها على 30%. وبعدين بروح على قائمة Adjustment Layer واختار منها Gradient Fill وغير اللون للأسود بالشكل ده. وخلي الستايل على Radial واعكس التأثير بتاعه، وخلي الزاوية على 35 وخف الشفافية على 30%. بعدها بعمل طبقة جديدة برضو وخلي درجة اللون بالأخضر، واضغط على Alt+Backspace وبعدين بغير مود الألوان ل Overlay. بضغط على اللاير بتاع الصورة واروح على قائمة Filter واختار منها Blur وخلي درجة التأثير 7 زي ما واضح لكم في الصورة. وأخيراً بحطهم كلهم في مجموعة واحدة بالضغط على Ctrl+G علشان يبقى ده جروب الأرضية. بروح أجيب صورة الشخصية اللي قدامكم دي واللي بتعبر عن وظيفة الخدمة المنزلية، وبظبط مقاسها بالحجم المناسب معايا على التصميم. وبعدين بضغط على Ctrl+M علشان أظبط الإضاءة والألوان بتاعة الصورة زي الشكل اللي قدامكم. بعد كده بعمل نسخة تانية من الطبقة Ctrl+J وأقلب الصورة بالضغط على Ctrl+T وبعدها كليك يمين واختار فليب. بغير لونها للأسود بالشكل ده وأنزلها لتحت شوية. وبعدين بضغط على Ctrl+T واختار Perspective وأكبر الحجم بالشكل ده واضغط الصورة شوية. بروح على قائمة Filter واختار منها Blur Gallery واختار تالت واحدة، وبظبط الظل بحيث الجزء القريب من الجسم يكون واضح والبعيد يبان أقل واقعي شوية. بغير مود الألوان لمالتيبلاي وخف الشفافية على 70%. وبعمل طبقة جديدة من الأسفل واضغط على Ctrl Backspace علشان أخلي الطبقة باللون الأسود، وبعمل ماسك للطبقة واختار Gradient Tool وابدأ أخفي الجزء اللي من فوق بالشكل ده. وبغير مود الألوان لمالتيبلاي. بعدين بكتب النص بتاعي،
خليها علينا. وبختار الخط المناسب للتصميم وبظبط الحجم والشكل. وخلي النص أسفل اللاير بتاع الصورة. وبعدين بضغط على Ctrl+T وخلي الزاوية من فوق -5. وبروح على قائمة Layer Style وأبدأ أضيف تأثير بيفل بسيط. وكمان بعمل دروب شادو باللون الأخضر بالشكل ده. بعدها بضغط على Ctrl+J وأعمل نسخة تانية من صورة الشخصية، وبضغط على Alt علشان أدخل الصورة جوه النص اللي كتبته وأخليها باللون الأسود. وبروح على قائمة فلتر واختار منها Blur علشان أعمل ظل للصورة على الكلام زي ما واضح قدامكم في الشكل. بعدين بكتب النص التاني معايا في التصميم: لا تشيل هم البيت. بظبطه بالحجم المناسب. وبعمل مستطيل باللون الأخضر تحت الكتابة. وبضيف عليه دروب شادو بسيط علشان الكلمة تظهر بشكل أوضح. بعد كده بعمل مستطيل تاني صغير من تحت علشان أشير فيه لرقم التواصل، وبضيف عليه gradient زي ما شايفين، وكمان أضيف ستروك بسيط علشان يديني التأثير الجميل اللي قدامكم. وبكتب بعدين رقم التواصل. أنا طبعا بكتب أي رقم عشوائي. هسيب لكم في الوصف أسفل الفيديو رابط الملحقات اللي استخدمتها زي الأشكال البسيطة، النقط أو الأسهم، وكمان هتلاقوا الصور اللي استخدمتها في التصميم. وبعد كده بعمل طبقة جديدة علشان أضيف إضاءة بسيطة في الخلفية، وبخليها باللون الأخضر الفاتح.
وأضغط على كنترول وتي علشان أضغط شكلها بالطول كده، وبغير مود الألوان للينير دوج علشان يديني التأثير الجميل اللي قدامكم. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. يا رب أكون قدرت أقدم لكم حاجة مفيدة. ما تنسوش الدعم بتاعكم باللايك والاشتراك علشان نقدر نكمل. استنوني في الدروس الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.